يا أهلا وسهلا. طبعا يعني ده ممكن يكون تسجيل عشان في مشكلة فنية كالعادة، وهي مشكلة الإنترنت، ولكن إلى أن تحل وممكن نطلع لايف. احنا برضو هنكيب الفيديو على البيج إن شاء الله، بحيث ان هو يبقى اي حد يقدر يشوفه ويبقى سورس اوف المعلومة دايما موجود يعني. فعلوا عسى الدنيا تتظبط في النص كده ونطلع. اهلا بيكم ودي خامس حلقة من حلقات الفاينانشال ليترسي، واحنا اتفقنا على انه دي هنسميها حلقات زي ما بيقولوا، حلقة 1، حلقة 2، حلقة 3، عشان بس نحافظ على زي ما بيقولوا على التراك بتاع الفاينانشال ليترسي. طيب ايه اللي انا كنت عايز او ايه الهدف من التوك بتاعي النهارده او الحلقة بتاعتنا النهارده؟ طيب الحلقة بتاعتنا النهاردة معتمدة على حاجة مهمة جدا، وهي هو ايه اللي احنا محتاجين نعمله، وكنا قلناه قبل كده في الحلقات اللي فاتت، وقلنا المثلث بتاعنا بتاع الفاينانشال ليترسي ان احنا محتاجين نزود الانكم، نقلل الاكسبانس، ونشينج المايند سيت بتاعنا، تفكيرنا نغيره عشان نقدر نحقق كاش فلو. طيب الحقيقه لما جت في دماغي، لما جه في دماغي الموضوع ده، او يعني فكرت فيه، افتكرت مقوله مشهوره جدا لجاك ما، الفاوندر بتاع علي بابا، وده ويب سايت، او ده الفاوندر بتاع علي. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ المقوله بتاعته دي كانت يعني جت في دماغي انها بتلخص هو ايه الستبس اللي انا محتاج امشي فيها وانا بخطط، وبعدين الستبس دي مش دايما انا اللي هبقى ليا انبوت فيها. يعني عشان كده مهم جدا انه البيرنتس والتيتشرز وفي ناس كتيره جدا ليهم انبوت، ليهم دافع قوي جدا، ليهم تدخل قوي جدا في حياتنا عشان يساعدونا نبقى احسن. طيب المقولة بتاعت جاك ما بتقول ايه؟ بتقول انه لو سمحت، واحد من صفر، من وانت بيبي الى 20 سنة، طبعا في سنوات مش محسوبة، ولكن من صفر الى 20 سنة لو سمحت خليك جود ستودنت، يعني خليك طالب كويس. وجاك ما في كذا لقاء ليه كان اثار الموضوع ده او اتكلم عليه. قال لك انا يعني ما بدورش على ان انت تبقى السوبر هيرو المتفوق الاول على جميع طلبة العالم والجمهورية، لا خالص مش كده، ولكن انا بطلب منك ان انت تذاكر صح، تدي مجهودك كله للمذاكرة، بحيث انه في الاخر توصل للنتيجة المرضية، ان انت كمان تكون عملت اللي عليك بما يرضي النتيجة اللي تجيلك. ولكن وفر او قسم مجهودك ما بين المذاكرة وما بين طاقات اخرى انت محتاج ان انت تشتغل عليها. وهنا بيخش على طول دور الاب والام والمدرس. ليه؟ لان في مقولة تانية، هو يعني يقال انه حديث ولكن صحته مش قوية خالص، وهو بالنسبة لتربية الاولاد، اللي هو لاعبهم ل7 وعلمهم ل7 وصاحبهم ل7. يعني قاعد يعد 7 سنوات، اول 7 سنوات لاعبهم، انت مش مطلوب منك حاجة اكتر من ان انت تعمل كونكشن ما بينك وما بين
ما بينك وما بين الولد او البنت. ال7 سنين اللي بعد كده علمهم، ابدأ علمهم. عشان كده بنقول في الحتة دي حاجة مهمة قوي، وهو ابدأ علمهم. ونرجع تاني للحتة بتاعت الفاينانشال ليترسي، المعرفة المالية. لو سمحت خليه يبقى عنده awareness، عنده معرفة مالية جيدة كويس جدا. طيب ايه اللي انت طالبه مني؟ اللي طالبه منك من حضرتك ان انت تديله مصروف. اديله مصروف وخليه يبقى عارف او قادر هو هيصرف المصروف ده في ايه. والعب انت الدور بتاع المجتمع. يعني انت العب دور المجتمع، ان احنا دايما عندنا need ووانت وسيفنج. يعني دايما قلنا 50 30 20. 50 النيد، 30 الوانت، و20 السيفنج. فخليه يمشي بده في المبدأ خليه يمشي بده في المبدأ وهو صغير. فهتعمل ايه؟ هتديله مصروف وتقول له انه الحاجات المهمة او الحاجات اللي نفسك تجيبها هتجيبها من مصروفك. صدقني هيبدأ يحوش، هيبدأ يحط الفلوس على جنب، هيبدأ ما يصرفهاش. انا فاكر قصة ظريفة جدا لصديق بدأ الموضوع ده، فابنه حوالي 8-9 سنين كده، فدخلوا السوبر ماركت، فبدأ الولد يقول له انا عايز شوكولاتة دي، ممكن اجيب الايس كريم؟ كان رد الاب لا، احنا مش ده اللي احنا جايين نشتريه، ومش ده البلان بتاعنا، مش ده البادجت بتاعتنا. احنا جايين نشتري حاجات محدده يعني محدده جدا، وبالتالي ده اللي احنا هنشتريه، مش اكتر من كده. لو عايز حاجه، شوف بدا يلعب دور السوق او دور المجتمع هيوصلك لايه. لو عايز حاجه، لو سمحت ممكن تشتريها لنفسك، اشتريها بنفسك، اشتريها بفلوسك، مش انا بديك فلوس كل مره. فالولد بقى بالذكاء، زي ما بيقولوا بالذكاء المالي يعني قال لك لا انا مش، خلاص انا مش عايز الايس كريم، مش عايز الشوكولاته. ليه؟ لانه هو بيحوش، عايز يجيب لعبه، وكل تركيزه انه يحوش الفلوس. بدا هنا في النقطة دي الولد اتجاهه يبقى عارف يعني ايه الفلوس اللي معاه، الفلوس قد ايه، وهو محتاج يشتغل عليها تايم قد ايه، وقت قد ايه، عشان يحصل على الحاجة اللي هو محتاجها. فبالتالي عند النقطة دي هو قرر، وخلي بالك من كلمة هو قرر، فانت بتديله الحرية وبتديله الفرصة انه فعلا يقرر من نفسه هو هيعمل ايه، يقرر من نفسه هو هيعمل ايه بالفلوس. فاذا الولد قرر في اللحظة دي انه لا انا مش هصرف الفلوس عشان انا عندي تارجت بعيد شوية، وهو ان انا اجيب اللعبة الفلانية وهجيبها من فلوسي، فانا لو صرفت النهاردة 20-30 جنيه هيأثروا على ميزانيتي اللي انا هجيب بيها اللعبه. انتوا شايفين متخيلين الكونسبت، الفكره، ال 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 الهدف اللي احنا وصلنا له مع اولادنا؟ ازاي انه بقى الولد تفكيره مش انانيه، مش بخل خالص، ابسولوتلي، ولكن هو فعلا بدا تفكيره يتنظم، بقى يبقى عنده معرفه، عنده اويرنس، عنده قدره انه يحدد هو هيعمل ايه بالفلوس، ممكن يستغنى عن ايه. وده اتكلمنا فيه عن في الاكسبنسز، ان انت ممكن تستغنى او محتاج تستغنى عن حاجات انت ممكن تكون عايش بيها او متعود عليها نتيجة ظروف معينة، نتيجة احتياج معين، نتيجة ان انت عايز توصل لهدف معين، عايز تستثمر، فبالتالي عايز تعمل سيفنج عشان تعرف تستثمر، عايز تعمل غطاء مالي تاني او مصدر دخل تاني، فبالتالي تستغنى عن حاجات عشان تحقق مصدر الدخل التاني اللي هو وات ايفر بقى البنود بتاع تحقيق المصدر الدخل التاني. فهنا اصبح انه يعني من بعد 7 سنوات وفوق من 7 ل 14 انت بدأت تهيئه في انه يبدأ يعرف يعني ايه
فاينانشال ليترسي يبقى ايه يعني ايه معرفه ماليه، يبقى انا محتاج اعمل ايه، محتاج اتنازل، ياخد قراره بنفسه مش حد ياخد له قراره. ما تسيبوش يعني، خلينا متفقين على انه دايما كنت بقولها في الحلقات اللي فاتت، اتعامل مع نفسك على انك سمول اورجانيزيشن، انت شركه صغيره بكيانك كشخص كفرد المفروض تحقق ربح. ككيان كفرد استعمل نفس الاسلوب ونفس الطريقه اللي بيستعملوها الشركات. فخلي ننقل الفكره دي، خلي ننقل الكونسبت ده، خلي ننقل التجربه دي للولاد، عشان لما هيعيشها من وهو 7 سنين 8 سنين هيكبر عليها ويعيش عليها، يعرف يعني ايه قيمة الفلوس، هو محتاج يوفر قد ايه، يتعامل مع الفلوس ازاي. مش مجرد ما تجيله الفلوس هو مش مدرك هي جاية منين او ايه اللي وراها، والتعب والمجهود والشغل ليل ونهار، وهو مجرد كونسيومر، هو مجرد مستهلك، هو مجرد ان هو بيصرف الفلوس وبس. دخله في الدايرة بتاعت او المثلث بتاع الفلوس. هيجي لك كام، بيجي لك كام قد ايه كل شهر، حتى لو مبالغ صغيرة، وانت هتعمل بالفلوس دي ايه او تتحرك بيها بايه، وابدا وجهه، ابدا حركه، ابدا قول له لا طب دي هتأثر عليك لو انت صرفت الفلوس النهارده على حاجات صغيرة وتبدو تافهة، ده هيأثر على حلمك الكبير ان انت تجيب العربية. وما تساعدوش يعني، سيبه يخوض التجربة. دايما كل حاجة مش بالكلام، عمر ما كان الكلام بيوصل لنتائج إلا من رحم، قليل جدا، ولكن التجربة هي تجربة عملية فعلية. يعني سيبه هو يخوض التجربة بنفسه. لو نفسه هفته على الشوكولاتة والبيبسي أو المشروبات يروح يشتريها، وفي نهاية المرحلة ما يلاقيش معاه فلوس يشتري الحاجة اللي هو عايزها. خليه يحس بيها، خليه يحس بأنه دي هتأدي له إلى مشكلة. لو اتربى الولد والبنت اتربوا على هذه الأفكار، على هذه المبادئ، صدقني هتوصل إنه هو هيبقى عنده القدرة إنه يتعامل مع الفلوس، ويتعامل مع الفلوس صح. فإحنا كنا بنتكلم على أول نقطة، وهي إنه أول 7 خلاص مش بنتكلم عليهم، واللي هي أول 7 لاعب، يعني مجرد إنك هتلاعبهم مش أكتر. من 7 ل 14 في مهنة مهمة جدا، وطبعا من 7 ببدأ أعلم، على سبيل المثال ببدأ أعلم الصلاة، على 10 أبدأ يعني أضغط وأقرص إن هو لازم تصلي ويبقى فيه ثواب وعقاب. فإذا فترة من 7 ل 14 أنت دورك إن أنت تعلمه، تحطه في البوتقة أو بتحطه في المجتمع، وتتأكد إنه هو هيمشي صح. من 14 ل 20 صاحبه، خلاص هو في سن أصبح مدرك، لأن أنت أسست، فاللي أسس صح بيكمل المسيرة صح. يبقى من 7 ل 14 هعلمه كل حاجه. ومن ضمن الحاجات اللي كنت بعملها مع الولاد ان انا كنت باخدهم معايا كل مشوار اروحه، فبيشوفوني بتعامل ازاي في الحياه، بتعامل ازاي مع الناس، بيتفرجوا على مثال موديل، يعني موديل لايف قدامهم بيتحرك. الاب ده ممكن ينضحك عليه عادي جدا ويزعل، وحد ممكن يضحك عليه في الكلام. خليه يشوف ده، خليه يشوفوا ازاي بتدير الحوار، ازاي بتكلم الناس، ازاي بتتكلم مع اصحابك، ازاي بتتكلم مع زمايلك في الشغل. كل ده يديله خبرات مسبقة. ما تستناش انه ياخد الخبرات وهو عمره 21. احنا بنقول من 7 ل 14 انت بتعلم، واللي هتعلمه له ده هو اللي هيثبت عنده، هو ده اللي هيبني له قاعدة يتحرك منها وينطلق منها. فاذا قلنا من 7 ل 20، من 7 ل 14 انت بتعلم، من 7 ل 20 او ل 21 في الحقيقه انت عايز تصاحبه. خليك قريب منه جدا، خليك انت ادفايزر او ناصح او منتور. طيب
يعني في اباء كتير وناس كتير بتتكلم انه مش دايما اللينك، خليني اقولها كده، مش دايما اللينك واصل ما بينه وما بين الاب والام، مش دايما في لينك، مش دايما في توافق. ممكن نكون احنا مش متفقين او في اختلاف، انا عندي مبدأ 1 2 3 هو مبدأه مختلف. فده وارد، ده ما فيش مشكلة. ولكن هنا برضو انا كأب وام محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا اشوف له حد موديل. عشان كده جاك ما بيتكلم في الخطوة الثانية، ان هو بيقول لك بيفور، قبل 30 سنة، اللي هو برضو تاني من 21 لحد 30، خلاص انت من 20 من 14 ل 20 انت بتصاحبه، انت جنبه، بتديله نصايح، بتقول له دي تعمل كده، اكسب ثقته، خليه واثق فيك، خليك انت اول واحد ممكن يسأله، اول واحد ممكن يرجع له، خليه مطمن لك، ما تديلوش دايما يبقى رد فعلك، خلي بالك من حاجة مهمة، او خلي بالكم من حاجة مهمة، ما يبقاش دايما رد فعلك اجريسيف طف. انت عملت كذا، انا عملت كذا، ليه عملته، ليه، ازاي، ما ينفعش. مش كده، ده عمره ما هيبني ثقة بينك وبينه، فعمره ما هيجي لك. لو هو عمل حاجة صغيرة وانت ده كان رد فعلك، لما يعمل حاجة كبيرة بقى عمره ما هيرجع لك. فبالتالي ابن الثقة. وخلي بالك من حاجة، انا كل اللي بتكلم فيه مش يعني هو تحت نطاق التربية، ولكن انا بتكلم فيه ان انت لما تبني الثقة دي ما بينك وما بينه، تقدر تساعده او تعيشه في الحياة المالية او الفاينانشال ليترسي، تساعده ازاي يتفهمها ويبقى عنده ثقة انه يرجع يسألك. فدي مهمة جدا، مهم ان انت تبقى عندك القدرة ان انت تبني ثقة ما بينك وما بين الولاد، عشان من سن 14 ل 21 يفضل انت اول واحد يرجع لك، تبقى المرجع بتاعه، ما يبقاش يرجع لاصحابه او اي حد من بره انت ما تعرفش الايه السورس بتاعه او ممكن يقول له ايه. طيب نرجع لجاك ما. جاك ما قال لك من 20 ل 30 وقسمها، وده بناء على يعني طبعا اكيد طبعا بناء على تجربته العمليه يعني. ولكن من 20 ل 30 قال لك شوف حد تفولو، يعني تابع حد. شوف، وهو كاتبها في كذا مقالة تاني او كذا ارتكل تاني، كاتب follow a good boss not good company. يعني ممكن تكون انت شغال في شركة ولكن مديرك المباشر او المديرين اللي انت بتتعامل معاهم وحشين جدا. دي كان في مجال البيزنس والكارير. ولكن هو بيتكلم في نقطة تانية، انه follow someone اللي هو المنتور، اللي احنا بنتكلم دايما على انه البني ادم محتاج منتورشيب، محتاج حد يبقى جنبه يديله النصيحة، يقول له الطريق منين، رايح فين، انت عايز توصل لايه، فمحتاج تعمل ايه. هل ده في يبقى في منتور في مجال واحد؟ الإجابة لا، طبعا المجالات مختلفة. المجال النفسي محتاج منتور، المجال الديني محتاج منتور، المجال المالي محتاج منتور. فكل مجال من المجالات اللي انت ممكن، المجالات الحياة اللي انت ممكن تتخيل ان انت تعملها او موجودة محتاجة منتور. طب بسؤال بيثير الفضول، اجيب منتور منين؟ طبعا النهارده اصبح السوشيال ميديا يعني بوابة مفتوحة على اخرها، بوابة مفتوحة ان انت تعرف الناس دي، تعرف تلاقي المنتور دول، تتابعهم، تشوف هما بيتكلموا في ايه وازاي. ولو حسيت ان واحد منهم هو ده الشخص اللي انت ممكن تسأله وممكن تثق في كلامه، او في لينك ما بينك وفي ارتباط ما بينك وما بينه، ساعتها ممكن تكلمه وممكن تاخد استشارته.
الحاجه الثانيه كده بالنسبه للبيرنتس، بالنسبه للبيرنتس دور لابنك على منتور من المحيط اللي جنبك. دايما في قاعده او حوار كده يقول لك زماروا الحي لا يطرب. يعني احنا عمرنا ما بن الاغنيه بتاعتنا بتوصل يعني. فشوف للاسف نفس المشكله. اوكي، كنت بشوف بس اللايف اذا كان في امل ان هو يرجع، ولكن علو عسى. طيب، فنرجع تاني. دور لابنك على منتور. ادور عليه منين؟ لو حد من اصحابك، لو حد من المعارف، قول له والله انا عايزك تكلم الولد في الموضوع 1 2 3. انا شايف الولد ميوله او اتجاهاته في هذا المجال، فانا شايفك ان انت نفس المجال، فاقعد معاه واتكلم. زي ما قلت لكم زمروا الحي لا يطرب. يعني احنا طول عمرنا الاباء بنتكلم وبنحكي، بس مش مش دايما نبقى في الغالب يعني انه يبقى في لينك ما بيننا وما بين ولادنا يبقوا عايزين يسمعونا، دايما عايزين يسمعوا صوت من بره. فانا ما فيش مشكله، بس انا اروح اجيب له الصوت اللي من بره ده، ما سيبوش هو اللي يدور عليه. خليني اساعده. ودي من ضمن الحاجه اللي هي لما يبدا من 20 ل 30 ويبدا يشتغل بقى ويبدا يخش له فلوس، ابدا ارجع تاني، افضل جنبه as an advisor. خلي بالك هو بيصرف ازاي من بعيد لبعيد، ولكن دايما افضل اديله نصايح. النهارده مثلا حصل تضخم، كلموا عن التضخم، وكلموا عن غلو الاسعار، وكلموا عن ازاي تحافظ على الفلوس بتاعتك، ايه الوسائل، وساعدوا انه انت طب معاك مثلا 10، معاك 50، 10 20 50 الف جنيه، طب هاتهم نحطهم في صناديق استثمار. طب 10,000 نخش بيها في البورصة. طب 20,000 نخش بيها نشتري ذهب. طب ايه رأيك تخش معايا لو انت مثلا داخل مستثمر في عقار ولا حاجة؟ قول له طب ايه رأيك تخش معايا تدفع قسط ولا قسطين؟ which is ان هو خليه يتعايش ويعيش الحياة اللي فعلا ده الواقع اللي احنا فيه. خليه يخش معاك في الواقع من بدري عشان يوصل لنتائج بدري. يعني احنا دايما هو ليه جاك في النقطة دي بدأ يقسم السنوات؟ لان السنوات دي خلي بالك من ايه لحد 20، من 20 ل 30، بعد كده هيقول لك من 30 ل 40. يعني كل 10 years، كل 10 سنوات انت مفروض ان انت تعمل ايفالويشن لنفسك، تقييم. هو انا فين، وايه اللي محتاج اعمله، ايه البلان بتاعتي، وايه اللي محتاج اعمله. وبالتالي within ال10 سنين ده انا مفروض يبقى عندي خطة واضحة انا فين ورايح فين، ايه الدايركشن بتاعي، ايه الاتجاه بتاعي. وبناء عليها انه من 20 ل 30 ساعتها يعني mostly probably يعني الناس ما بتبقاش، او الشباب او البنات ما بيبقاش في سن اللي عنده التزامات كتيرة جدا، وممكن بيكون بيشتغل في الشركات والمرتب او العائد بتاعه كبير. فهنا بيحصل له انبهار، يعني بينبهر جدا بانه ايه ده، ايه المبلغ الحلو الجميل ده اللي بيدخل لي شهر، يلا نطير كام مليون. ما ينفعش لو انت ما كنتش وراه على طول كده في ظهره، اللي هو لا حضرتك مش ما فيش كام مليون ولا حاجه، تعالى يلا عشان تستثمر. انت مش عايز يبقى عندك شقه تأجرها وتاخد منها ايجار رنت، مش عايز بدل ما يدخل لك من هنا مثلا مرتب اكس، طيب لا ده في مكان تاني ممكن يبقى فيه عائد تاني يدخلك فلوس. طب ما تيجي نحطها في البورصة، ما تيجي نحطها في صناديق الاستثمار اللي هي اقل خطرا من البورصة على سبيل المثال. فاذا انت دايما في ظهره، دايما معاه، توجهه، تديله نصايح وتوجهه. وبعدين ما تقولوش روح البورصة، ما هو ما بيعرفش يروح البورصة لوحده، محتاج حد ياخده يوديه.
صناديق الاستثمار، الاستثمار في العقار، الاستثمار في الذهب. هو ما بيعرفش، انت خده اديله لينك، اديله طريق، قول له روح اسأل 1 2 3 وانت عندك اللينك ومخبيه جوه، بس عايز تقول له او عايز تبقى انت الجايد بتاعه، انت الشخص اللي جنبه اللي هيساعده ويديله دايما النصيحة في كل لحظة. مش نصيحة وبس. ولسه كنت بقول ايه وظيفة المنتور. المنتور بيوفر عليك وقت ومجهود وفلوس، فبالتالي انت وظيفتك هي دي، هي المنتور شيب، هي ان انت تبقى معاه عشان توفر له الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها سابقا زي ما بيقولوا. محتاجين ان احنا نتداركها او ان احنا نصلحها في ولادنا. فخلي ده دايما هدف بالنسبة لك، خلي ده دايما انت شيء انت حاطه قدام عينيك ومركز عليه، انه لو في اخطاء معينة انا عديت بيها مش عايز ولادي يقعدوا يقعوا فيها. مش يقع فيها ان انت توفر له حياة مرفهة، مش يقعوا فيها بحيث ان انت تعمل له كل حاجة. سيبه هو يخوض التجربة، سيبه يغلط، سيبه يخسر، خليه في واقع الحياة، خليه ينزل على ارض الواقع، يحتك، يعني زي ما بيقولوا يضرب ويتضرب. يعني سيبه، لان هي دي التجربة العملية الواقعية الحقيقية اللي هو هيشوفها فعلا. كل ما كانت التجربة عملية واقعية كل ما اتعلم اكتر، بعيد عن ان انت تقول له إوالة كده، تقول له عايزين نعمل 1 2 3، مفروض نعمل 1 2 3، ما تعملش بالطريقة دي، اعملها بالطريقة دي. سيبه يجرب، سيبه يخش المعمل والأنبوبة تفرقع في وشه. كل اللي انت محتاجه ان انت بس تقول له البس النضارة عشان الأنبوبة لما تفرقع في وشك ما تعورلكش عينيك. فانت اديله النضارة، انت النضارة دي مش اكتر من كده. خليه يشوف من خلالك، خليه يشوف الاخطاء اللي انت وقعت فيها وما يقعش فيها. خليه لابس النضاره في المعمل عشان الانبوبه تتفجر، بس خلي الانبوبه تتفجر مفيش مشكله يعني. طيب، فدي كان 3 مراحل المهم جدا اللي احنا اتكلمنا فيهم. هي مرحله من 7-14 ان انا بعلمه ازاي بديله فلوس، وازاي اعلمه ان هو يحافظ على الفلوس دي، يتعامل معاها ازاي، تبقى من ضمن اهتماماته اللي هو مركز عليها، هيدبرها ازاي. 2 قلنا من 14 ل20 انت جنبه ادفايزر في ظهره، تقول له صاحبه، خليه هو انت ليفل 1 بالنسبه له في المرجع، في ان هو يسالك اي سؤال او لما يقع في مشكله تبقى انت الاول مصدر هو ممكن يرجع له او يجري عليه عشان يقول له حل لي المشكله دي او الحقني. قلنا من 20 ل30 دي مرحلة اللي هي فيها انت برضو لسه بتصاحبه، ولكن انت بتلعب دور اعمق شوية. هو بدأ يشتغل، بدأ يحصل على فلوس، فانت تبدأ تلعب دور المنتور في اللحظة دي او في السنوات دي. تبدأ عارفين تقعد تتناقش معاه، تشوف البلان بتاعتك ايه وذين ال10 سنين اللي جايين. يعني ما اعرفش اذا كان متفقين معايا ولا لا، ولكن الولاد في هذا التوقيت وفي الاعمار وفي المجتمع او في العصر اللي احنا فيه ده غريب شويتين، الولاد تايهين في الدايركشن، مش عارفين، يعني ماشيين على تراك كده اللي هو هنعمل 1 2 3، اللي هو هخش الجامعه، اخلص الجامعه، اطلع اشتغل. واي؟ ليه؟ هتعمل بيها ايه؟ انت ايه البلان؟ ايه طموحك؟ ايه اللي عندك تاني؟ ايه اللي ممكن تقدمه اكتر؟ يعني خليك دايما سبورت الحته دي، خليك دايما مشجعه، خليك دايما محفزه على الاتجاهات الصح، الحاجات اللي احنا ممكن ما نكونش احنا مرينا بيها، او ان احنا ما كانش عندنا الفرصه الكويسه ان احنا نمر بيها لايا كان الظروف. ولكن هو ده الواقع انه التراك العادي خالص
التراك العادي خالص اللي موجود اصبح ما بيؤديش الى النتائج المرضية او النتائج اللي انا عايزها او النتائج اللي تحقق لي السعادة وراحة البال مستقبلا. عشان كده بقى اصبح مهم ان انا اسبورت، افضل في ظهره لحد ما يوصل للتارجت بتاعه. او ممكن يكون هو مش شايف التارجت ده او مشوش او ما عندوش رؤية صح، او رؤية مش هقول صح، هقول رؤية واضحة لإيه قدراته، إيه اللي هو عايز يعمله، إيه اللي ممكن يعمله. وخلي بالك من الكلمة دي مهمة جدا، إيه اللي ممكن يعمله، لأن بيبقى الولاد عندها قدرات ومش مش عارفة تكتشفها، مش قادرة تكتشفها. إما إنها مكسلة ودي نقطة كبيرة، أو إنها فعلا عايزة حد يعني يكتشفها زي ما بيقولوا. مش كل الولاد على نفس الوتيره، وانا بقول كلمه الولاد قصدي بيهم البنات والاولاد، يعني ما هو الاولاد على عموم، يعني ان كان ولد او بنت. فالولاد في نفس التوقيت او في هذا الزمن مش دايما كلهم في الاتجاه او في اللي هو عارف هو رايح فين او منين بيروح فين. فانا ماشي في الدايركشن ده، هعمل 1 2 3 4. خليك دايما في ظهره، خليك يعني بتسبورتهم، بتشجعه لان هو ياخد امثل حاجه وانسب حاجه ليه ولمستقبله، ودايما وصله للنتائج، السكسس ستوري، النماذج الناجحه في المجال ده. دور، اعمل مجهود. الولاد يستاهلوا، دول اكبر انفستمنت بالنسبه لنا احنا كاباء. ده الولاد دول اكبر انفستمنت بالنسبه لنا. فزي ما الواحد بيستثمر او زي ما الواحد بياخد وقت ومجهود في الاستثمار بتاعه انه يدور على حاجه صح وحاجه كويسه وحاجه امنه وحاجه، ويشوف البورصه وتفاصيلها والقوائم الماليه ويشوف الشركات، مجهود بيتعمل، مجهود بيعمل. لو سمحت ادي نفس نسبه المجهود دي للولاد في السنوات اللي احنا قلنا عليها، عشان هم محتاجينها، هم الاستثمار الجيد بتاعنا. فبالتالي خلي زي ما عندك استثمار مالي، عندك استثمار بشري، عندك أولاد محتاج تطلعهم للمجتمع، محتاج تطلعهم للعالم على موديل معين، موديل يوصله هو النتيجة كويسة ويبقى ليه امباكت في المجتمع وفي في الدنيا اللي حواليه. طبعا بعد كده الثلاث مراحل اللي ذكرهم جاك في بعد كده، دول بقى مش بتوع الشباب، انا هسردهم سريعا عشان ابقى كملت البارت بتاع جاك ما، لان صراحه البارت ده انا مهتم بيه جدا، وهو يعتبر من الكوتس المهمه جدا في حياتي، وهو التوقيتات دي او التايمينج ده. فقال لك ان هو من 40 سنه ل 50 سنه، من 30 ل 40 دور على الباشن بتاعتك، دور على الحاجه اللي انت بتحبها، دور على او خد قرار من 30 ل 40 انت عايز تكمل ايه. هل الكارير اللي انت فيه ده هو كارير صح، مناسب، حلو، ظريف، كويس، ولا لا انا عايز اعمل بيزنس بتاعي، عايز ابني البيزنس بتاعي، عايز اغير الكارير نفسه لكارير تاني. فقال لك من 30 ل 40 10 سنين، برضو خلي بالك على العدد ده. في خلال ال10 سنين دول انت محتاج تحدد نفسك وتذاكر. انت بناء على الاكسبيرينس اللي فاتت شغال بقالك 10 سنين، من 10 ل 30 سنة، عندي 30 سنة دي سنة فيصلية او عدد سنوات فيصلي. ابدأ اقعد مع نفسك وقول هل انا في التراك الصح، محتاج اكمل على التراك ده، ولا لا في تراك تاني انا عاجبني هبدا اشتغل عليه واكمل عليه، لا ده في تراك تالت وهو ان انا اعمل برايفت بيزنس وابدا اشتغل، او ان انا استمر في الكوربريت بس اخش في تراك تاني خالص
مختلف عن التراك اللي انا فيه، لان بناء على الاكسبيرينس بتاعتي في الماركت واللي انا شفته والمجالات الكتيره اللي انا اللي شفتها قدامي، لا ده في مجال واتنين عجبوني جدا وحاسس ان انا ممكن ادي فيهم، ممكن اشتغل فيهم. فمن ضمن من 30 سنه ل 40 سنه بشتغل على ده، باخد قرار وبشتغل على ده. ايه اللي انا محتاج اعمله، ايه اللي انا محتاج اعمله من البراكسنج، ايه اللي انا محتاج اعمله من سيرتيفيكت، من اكسبيرينس، من دراسات، من ريسيرش ممكن اعمله على الكارير ده عشان ابدا اخد الخطوه. وبعد كده بيرجع يقول لك من 40 ل 50 انت بقالك 40 سنه. طبعا الآية المشهورة إن بلغ 40 سنة وبلغ أشده، فعند 40 سنة ما كبرناش ولا حاجة، بس 40 سنة وفوق ده بتبقى يعني كامل النضوج. خبرة بقالك في القرب، خبرة في الحياة بقالك. لو شلنا أول 10 سنين فأنت عندك خبرات مخزنة بقالك 30 سنة مختلفة ما بين البيت وما بين الشغل وما بين المجتمع اللي انت عايش فيه، او اذا كنت طلعت المجتمع بره. فبالتالي انت عندك 30 سنة خبرة. لو سمحت ابدأ بقى من 40 ل 50. ساعد اليونج بيبل، ساعد الشباب، ساعد الناس اللي حواليك في ان هم يوصلوا لاهدافهم، يوصلوا للتارجت. اديهم زي ما بيقولوا كده عصارة الخبرات بتاعتك، شاركها معاهم، احكي لهم عنها، قول لهم ايه المشاكل اللي واجهتك، ايه النقط اللي انت نجحت فيها، ساعدهم يوصلوا للنتائج دي. من ضمن النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ابقى انت المنتور. يعني لو عندك خبرة معينة وخبرات معينة في مجال معين، ابقى انت العب دور المنتور. يعني انا لما بدأت البيج بتاعتي وبداية الحلقات اللايف، كان هو ان عندي معرفة جيدة جدا بالفاينانشال ليترسي، بالمعرفة المالية. فبالتالي انا مش 40 و50، انا فوق ولكن بدأت من الفكرة دي، انه لا، انه الاكسبيرينس او خبراتي خلال السنوات اللي فاتت دي ابدا اشاركها مع الشباب، مع الناس، مع المجتمع، بحيث انه يبقى الفايده تعم. يعني لو في فايده او في مصلحه او في قيمه والناس ممكن تستفيد بيها، ليه لا؟ يعني ده حاجه خير بتعود عليك وفي نفس الوقت تعود على الناس، يبقى ليك امباكت، يبقى ليك تأثير على الناس في المجتمع وفي المحيط اللي حواليك. جاك بيتكلم على آخر انه بعد اوفر 60 سنة، ربنا يدينا ويديكم طولة العمر، بعد 60 سنة لو سمحت ابدأ عيش لنفسك. طبعا يعني انا مش متفق معاه في المقولة الاخرانية دي، ولكن خلال مراحل حياتك كلها دايما ادي وقت كويس جدا لنفسك، ان انت تستمتع، تعيش حياة حلوة، حياة سعيدة، حياة كويسة. ما تعيش دايما في ستريس، في ضغط ان انت بتسعى الى شيء والشيء ده لا يحصل. كل شيء مقدر لينا ومكتوب عند ربنا. فبالتالي لازم يكون عندنا يقين بده، واليقين بده بيساعدك جدا ان انت تتحرك وانت مرتاح. بتتحرك بتاخد خطوات، بتعمل مجهود وتبذل وقت ومجهود وفلوس، الإجابة ولكن النتائج دايما ربنا بيقدرها لينا، وكله خير. فهنا المقولة بتاعت انه لما بعد 60 عيش لنفسك، يعني معترض او متحفظ عليها شويتين، في انه هو خلال مراحل حياتك ال10 سنين، احنا قعدنا نقول 10 في 10، من 20 ل 30 ومن 30 ل 40 ومن 40 ل 50، كل مرحلة من فترات حياتك دي عيش حياتك جزء كبير او جزء لنفسك. اسعد نفسك، ابسطها، انجوي، استمتع،
يعني حاجات بقى كلها نفسيه مش عايز اخش فيها لان مش شاطر فيها قوي، ولكن عيش لنفسك، عيش اسعى ان انت يعني يبقى في جزء في حياتك لنفسك انت، يسعدك انت، مش يسعد الاخرين وبس. انا يعني نظام شمعة تحترق من اجل الاخرين ده يعني انت هتحترق والاخرين مش هيطفوك يعني. فخلينا متفقين ان انا بعمل مجهود وببذل وقت وفلوس، ولكن في جزء بستقطعه لنفسي ولنفسي عشان ابقى مبسوط سعيد، وفي نفس الوقت عندي رضا نفسي ان انا برضو بكافئ الشخص او بكافئ الانسان اللي بيعمل المجهود ده. طبعا تاني ده فيديو هيبقى متسجل لان كان عندنا مشكلة فنية في الانترنت في المكان، فقلت برضو انا هسجل الفيديو وهعمل له ابلود على البيج وعلى صفحتنا الصفحة على اليوتيوب. فان شاء الله هيبقى الفيديو مسجل، ولو في اي كومنتس في اي اسئله هتحطوها لي تحت في الكومنتس تحت الفيديو، وانا بناء على الاسئله دي ان شاء الله هجمعها كلها وارد عليها في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. بشكركم جدا واشوفكم على خير، واللايف اللي جاي ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.